ترى هنشوف ايه لو بصينا على المشتري من تلسكوب صغير ومن اكبر تلسكوب موجود في الشرق الاوسط؟ عايز تعرف المشتري فين في السماء؟ هتلاقي اكتر نجمه منوره في السماء. هو مش نجمه، هو كوكب، واكبر كوكب في المجموعه الشمسيه، هو اكتر حاجه منوره عندنا. وده بقى يا سيدي شكل كوكب المشتري من التلسكوب الصغير، اللي هو على فكره يعتبر احسن تلسكوب ممكن يكون حد يجيبه عنده ويستخدمه في البيت، الا ان التفاصيل اللي موجوده فيه مبهره. بس اوعى تسالني وتقول لي هو كوكب المشتري ده صغير ازاي؟ ده اكبر كوكب في المجموعه الشمسيه. هقول لك ببساطه لانه بيبعد عننا باكتر من 700 مليون كيلومتر. بس لو جيت ركزت شويه هتشوف دايره حمراء. فشايفين بقى البقعه الحمراء الكبيره اللي موجوده على كوكب المشتري دي؟ تعالوا اوريها لكم هي ايه بالظبط بالتلسكوب الكبير. الدايره الحمراء دي عاصفه حجمها اكبر من كوكب الارض. وده بقى يا سيدي تلسكوب الاطلميه، اكبر تلسكوب موجود في الشرق الاوسط، واللي من خلاله انا وانت دلوقتي شايفين شكل العاصفه دي عامل ازاي. بس انا سؤالي هنا، هل ممكن في يوم من الايام نقدر نعيش على كوكب المشتري؟